بحس دايماً لما بتكلم محدش بيفهمني، وإني لو عبرت عن رأيي محدش هيهتم بيه. يا ترى فين المشكلة؟ يلا نبدأ أول حلقة من بودكاست ولاد امبارح، واللي هنتكلم فيها عن التواصل بين الطفل وأهله وأثره على الطفل طول حياته. تعالوا نسمع حكايات ضيوف. هيترد عليا الرد المعتاد. طيب تفتكري المشكلة دي سببها إيه؟ وكنت فاكرة وقتها إن اللي عندي دي مشكلة عضوية. طيب وقررتي تعملي إيه؟ إن أنا أبني بيني وبينهم سور عالي، وكأني ببني جدار عالي بيني وبين الناس. ليه ما قدرتيش تعبري عن اللي جواكي؟ صدق دي أول مرة حد يسألني السؤال ده. بس اللي حصل إني بطلت أعيط قدامها وقدام أهلي كلهم، وبطلت أتكلم. طيب وعملتي إيه ساعتها؟ لكن في الحقيقة إن هي طلعت أعراض نفسية نتيجة اضطراب ما بعد الصدمة. كبرت في بيت الكلام فيه قليل والانتقاد فيه كتير. القصص دي مش حكايات عابرة، احنا ولاد امبارح، ولسه فينا ناس جواها طفل محتاج أمان.